مرحبا، معكم حنين صباح من بودكاست أوراق متناثرة. في هذا البودكاست نطرح قضايا تتعلق بفلسطين من نواحي اجتماعية وسياسية واقتصادية. تستمعون في هذه الحلقة عن كيف سيواجه الفلسطينيون الزحف الإسرائيلي نحو الأراضي الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين وازدياد أعداد المهاجرين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية. متابعة طيبة نتمناها لكم. كيف يمكن لسكان الأرض الأصليين مواجهة الزحف الأسود الذي سيتوغل في أراضٍ ملتفة بشجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار؟ سلاح الحقيقة التي يمتلكه الفلسطينيون لا يكفي في مواجهة أعتى دعاية إعلامية في العالم، بل يجب أن تتشبث به جميع الأيدي الفلسطينية والبعد عن المصالح الشخصية والحزبية. إذ يعد الانقسام الفلسطيني هو السبب الرئيسي في صد عملية دحر الاحتلال عن أرض فلسطين. ويجب على قطباء الانقسام الفلسطيني العودة إلى الشارع الفلسطيني والرضوخ إلى غايات ومتطلبات الشعب الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، إذا لم يستطع قطباء الانقسام الفلسطيني التوصل إلى المصالحة المنشودة، يجب عليهم أن يغادروا قيادة الدولة الفلسطينية ويسلموا الحكم لقيادات شابة يمكنها إدارة زمام الأمور في الدولة نحو التحرر والتقدم والعودة. إضافة إلى ذلك، نحن نمتلك 143 سفارة حول العالم، فيجب على هذه السفارات أن تقوم بأنشطة توعوية حول المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون تحت ظروف الاحتلال القاسية. ويجب أن يشاركوا صناع القرار في القرارات والقضايا المختصة بالفلسطينيين داخل الدولة المستضيفة وخارجها، إضافة إلى المشاركة السياسية في الاجتماعات والمحافل الدولية. وبالطبع لا شك أن الواقع الديمغرافي الذي نعيشه كفلسطينيين له أثر كبير في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فالديمغرافيا هي الوحش الكبير الذي يخاف منه الاحتلال الإسرائيلي ورعاياه من الفلسطينيين. لذلك علينا المضي قدما في زيادة أعداد الفلسطينيين من خلال كثرة الزواج، كثرة الإنجاب، زيادة الوعي وتثقيف الصفحي حول الإنجاب والزواج، ومواجهة المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال نشر الفقر أو التبعية الاقتصادية أو البطالة وهلم جرا. فهذه الأمور يجب علينا أن نضع خططا واضحة ونكون واعين أكثر حول ما يقوم به الاحتلال من ممارسات وأفكار، ويجب صدها ومواجهتها حتى يقل الضرر على الفلسطينيين. شكرا لكم، أتمنى لكم نهارا سعيدا. سلام.